ورجعنا لكم من جديد ومعانا اتنين من اللعيبه اللي كانوا جامدين قوي في ناديهم. وبعد كده واحد منهم بقى مدرب جامد، وواحد لسه لعيب برضو اجمد واجمد ما شاء الله عليه. معانا الكابتن محمد خميس بيسا، المدرب العام لفريق سمارت ونجم الترسانة السابق. ربنا يعزك. اهلا بيك كابتن خميس. اهلا بيك يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا كابتن محمد. منور الدنيا. ربنا يعزك حبيبي يا كوتش. الكابيتانو يوسف حسن، لاعب الزمالك الاسبق وسمارت حاليا. اهلا بيك يا كابيتانو. اهلا بيك يا كابتن محمد، ودايما كده متالق، دايما منور، واحنا مبسوطين ان احنا مع حضرتك النهارده. منور الدنيا ومتالقين دايما. حبيبي يا كابتن والله. كابتن خميس ترساناوي طبعا، وتابعت الماتشات وتعادل الترسانة. قول لي بدايتك ايه كان لعيب في الترسانة، وقول لي كده كلمني. انا بدايتي الترسانة ناشئين ترسانة، لعيب درجة أولى، وبعد كده اسمنت اسيوط، ولديت اسيوط، تليفون بني سويف. اتنقلت بقى في كذا مرحلة كده لغاية آخر موسم ليا كان سيراميكا كليوباترا مع كابتن أسامة يوسف، وطلعنا بالفرقة لغاية الممتاز بيه، وبطلت. وبعدين التدريب بقى الحمد لله يعني. على فكرة حضرت لك مباراة مع سيراميكا، انت عارف كان في ملعب ايه؟ السعدية تقريبا كانت بتلعب. ملعب السعدية، ايوه الداخلية في الكاس. في الكاس كاس مصر، كان اول ماتش يعتبر لسيراميكا في تاريخ سيراميكا في كاس مصر. بالظبط، انا حضرت الماتش ده، كنت بغطيه الاهرام المسائي. وكان في خناقة كده وبتاع في الملعب، صح؟ حصل، انا فاكر انا كنت يوسف ما شاء الله وشك حلو على كل فرقه بتروحها، يعني لعبت مع الزمالك وسجلت هدف كمان في الاهلي، ورحت اكتر من نادي، وكنت ما شاء الله يعني وشك حلو عليهم. قول لي ايه حكايه لعبت ناشئين ازاي وزمالك ازاي والله انا لعبت في الزمالك صدفه. والله انا اصلا من المنوفيه، من قريه اسمها دراجيل، فكنت بلعب في مركز شباب، وكان ماسكنا مدرب فقال لنا احنا بنعمل ماتش ودي، رايحين نعمل ماتش ودي مع الزمالك. ما كانش في دماغي خالص انا رايح العب ماتش وراجع. ربنا كرم في الماتش ده، جبت جونين. كان ماسكني الله يرحمه كابتن سعيد الجداي، كان ماسك الفرقه، وقال لي انا عايزك معايا وكده. وابتديت بقى ايه رحلتي بقى في نادي الزمالك من 2003. بس فهي دي كانت لعبت الكوره كده، هي كانت صدفه يعني. والجون اللي انت سجلته في الاهلي ده ايه؟ والله يا كابتن اقل حاجه عندي مش كده؟ حبيبي يا كابتن. قول لي مين اللي ترقصوا دول؟ ما بلاش بقى يا كابتن، عشان دول صحابي اصلا، يعني ناس محترمه، وكانوا بيلعبوا في النادي الاهلي، ولعبوا فيرست تيم في النادي الاهلي، فهم اصحابي جدا وقريبين، فتمام يعني الحمد لله. طب قول، انت صعدت اكتر من فرقه وما شاء الله كل موسم بتجيب اهداف كتير يعني. الحمد لله. انا لعبت في غزل المحله في الممتاز بيه، ده بعد طبعا رحلتي بعد الزمالك فريق اول وبعد المقاصه، ولعبت في غزل المحله كانوا ممتاز بيه وصعدنا دوري ممتاز. وبعد كده لعبت في اف سي مصر برضو صعدنا دوري ممتاز. وبعد كده لعبت في ماليه كفر الزيات وصعدنا. ولعبت وبعد كده سافرت السعوديه مع فرقه الوطن السعودي، برضو لعبت معاهم من الدرجه الثانيه صعدوا المحترفين. وبعد كده لعبت في نادي ليفلز، صعدنا برضو للقسم الثالث. والحمد لله يعني السنه اللي فاتت مع نادي سمارت نادينا طبعا الحمد لله صعدنا، وان شاء الله يبقى الموسم السنه دي كمان خير باذن الله، نصعد كمان للممتاز به باذن الله. قبل بقى ما نشوف الموضوع الاهداف بتاعتك اللي كل سنه كده ما شاء الله بتطلع هداف،